بيحكي فيلمنا عن حرب قديمة حصلت بين البشر والأورك، العالم كله اتدمر فيها ومات أعداد كبيرة من الطرفين، والحرب دي انتهت بسلام. بس كان في عدو واحد وهو سحر الفيل. بنروح لدورتان وهو قاعد مع زوجته الحامل وبيتكلموا عن عالمهم اللي اتدمر، فبنشوف قبائل الأورك وهي بتجهز علشان تعدي من البوابة لعالم البشر. فجولدن بيستخدم سحر الفيل وبيسحب أرواح البشر اللي حابسهم علشان يقدر يفتح البوابة، فبتنفتح بوابة ضخمة جدا لعالم البشر. بس الأرواح ما بتكونش كفاية علشان تنقل كل القبائل، فاختاروا الأقوى منهم علشان يعدوا من البوابة. فالأورك بيعدوا وبيتنقلوا لعالم البشر. دورتان ما قالش لحد ان مراته حامل، فاول لما طلعوا لعالم البشر بيتعب جدا وبتخلف ابنها فبينزل ميت. بس جولدن رجعه للحياه تاني لما سحب روح غزاله. بنروح لمملكه البشر وبنشوف لوثر وهو بيتكلم مع القزم صانع الاسلحه وبيوريه سلاح جديد قوي جدا. فبيجي قزم تاني مع رساله للوثر ان في هجوم حصل على اراضي المملكه ولازم يرجع بسرعه، وبيعرف ان في جنود كتير ماتت من رجالته. بس بيروح وبيكتشف ان باقي الجنود الأورك اسروه. بس لو راجل غريب كان بيفتش في جثث الجنود اسمه